نبدأ بالصلاة على رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، فصلوا على خير البشر. شكرا لي زميل عزيز الاخضر بري، شكرا للكباتن الاعزاء في الاستوديو وايضا للزملاء الموجودين خلف الكواليس. سيداتي انساتي سادتي احبائي في كل مكان، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، وطابت اوقاتكم بكل خير من هنا في ارض جده، في الجوهرة المشعة، في هذا العرس الرياضي العالمي والقمة المونديالية الكبيرة في الدور ربع نهائي من بطولة كأس العالم للأندية هنا في جدة بين العملاقين الاتحاد السعودي والأهلي المصري، هنا في عروس البحر الأحمر، العاصمة الاقتصادية للمملكة والمدينة الساحلية التي تعود نشأتها إلى ما يقارب 3000 سنة، المليئة بالأماكن السياحية والأثرية. اليوم أصبح أحد أهم معالمها هذا الاستاد، هذه التحفة المعمارية الكبيرة، الجوهرة المشعة في مدينة الملك عبدالله الرياضية. ليلة مونديالية كبيرة تنتظرنا وإياكم بين الاتحاد والأهلي. كل التحية لكم سيداتي وسادتي أينما كنتم. هل أنتم مستعدون لهذه الملحمة الكروية التاريخية؟ إنها ليلة تجلب اهتمام الملايين من عشاق الساحرة المستديرة، ربع نهائي مونديال الأندية 2023 هنا في جدة، الاتحاد والنادي الأهلي المصري في هذه الليلة الكبيرة. لمن بطاقة التأهل في الدور نصف النهائي؟ لمن هذه الفرحة الليلة؟ لمن ستكون سهرة ليلة السبت؟ لمن وحاول اتحادية مبكرة طويلة بعيدة عن الكل، أما شقيت طويلة وخطيرة وكريم، ولكن الكرة من الوراء تصل عند مروان عطية. الأهلي تجربة وتاريخ كبير جدا على مستوى مونديال الأندية، يكسب الخطأ الأهلي في هذه الأثناء على حساب فابينيو. نحن كرة عرضية خطيرة، حجازي تدخل، الشحات تسديدة، يا إلهي خلص الدفاع في اللحظة الأخيرة. أي كرة، أي لمسة، وأي تمريرة، وأي تسديدة بعد ذلك من الشحات، ولكن دفاع الاتحاد كان سدا منيعا أمام أخطر فرصة في أحداث هذه القمة. التسديدة القوية، يحافظ على كوتا، يبحث عن المرور، ولكن العودة السريعة. الاتحادية يلعب كرة عرضية خطيرة، رمى وكرة، يا إلهي شناوي يا جماعة، شناوي يا جماعة، شناوي روما على عتاب وفرصة وكرة، يا إلهي أي فرصة يا خاني، أي لقطة جميلة لمصلحة النادي الأهلي، تألق في بعدها معيوف مرة أولى، والدفاع مرة ثانية عادت لي معلول، مرة معلول على اليسار للأهلي، وحاول فيها تغطية من جانب مهند. بطولة من قبل في تشكيلة نادي تشيلسي، طويل الكرة، تغطية دفاعية أقرب إلى حسن كادش، يطالب كهربا بوجود لمسة يد، يطالب كهربا بركلة جزاء، لكن اللاعب يستمر. حجازي حول اتجاه اللاعب، يكسر جبهته اليسرى، وجود لماذا؟ هل يحتسب ركلة جزاء؟ لا، سننتظر وإياكم. يبحث عن ماذا؟ يبحث عن حسن كادش. سيتحدث مع اللاعبين. لمسة اليد، الحكم أشار إلى ركلة جزاء. نعم ركلة جزاء على حسن كادش. يحصل النادي الأهلي على ركلة جزائية قبل أن تكتمل الدقيقة 20 في أحداث اللقاء، يا إلهي. وعبد الله المعيوف، انتظار معلول، يا أهلي عالمي. نعم أهلي عالمي. الهدف الأول لمصلحة النادي الأهلي من علامة الجزاء. معلول التاريخ والتجربة، معلول الشخصية والقيادية، معلول بالقدم اليسرى حطها بروعة في شباك الاتحاد. كهربا أمام تغطية من جانب الحجازي في الأخير. بيرسي حاول يمر، لكن ما طالت، يا إلهي لقطة في منتهى الخطورة مرة ثانية. الجبهة اليسرى للاتحاد تعاني، زكريا والحالي عندها خيارات عديدة، طويلة الكرة لكنها سهلة في يد حافظ على كرته. لمن الكرة؟ تسديد
كانت من جانب كريم بنزيما، ولكن ايضا في يد مع كرة ثابتة في هذه الاثناء لمصلحة كورنادو. محاولة اتحادية بعد سيل من الفرص اللي كانت موجودة. كورنادو يلعب كرة عرضية خطيرة بالراس، وكرة لمعلول والتمرير اليمين. يا إلهي، يد على محمد عبد المنعم. حكم اللقاء يتابع وينتظر، يتكلم مع مساعدة في غرفة الفيديو إذا كان فيه ركلة جزاء وعودة للاتحاديين من علامة الجزاء. سننتظر المشاورة، وبعد كل شيء أشار إلى وجود ماذا؟ حكم اللقاء يطلب من الجميع الهدوء، يطلب منهم الهدوء، وبعد ذلك إلى ماذا سيشير؟ لم يقدر بعد لا ركلة جزاء اتحادية. نعم نعم، ركلة جزاء للنمور، عودة إلى أجواء اللقاء لكن ثاني مرة. انتظار في هذه اللحظات بنزيما والشناوي، هل يعود الاتحاد؟ سننتظر مع هذه اللقطة، مع هذه الفرصة، مع هذه اللحظة. بنزيما والشناوي، يا إلهي يا إلهي، أي حارس هذا، أي شخصية هذه، أي قوة هنا، أي تألق للشناوي. شناوي من تغطية حجازي في التأمين مرة أولى. حجازي يا إلهي، غلطة فادحة من حجازي لم يستثمر مرة أولى، ثم كرة طويلة خطيرة تسديدة لكنها مرة جانبية خطيرة، كانت من جانبية كانش على الرؤوس، طويلة أمامية رأسية خطيرة لكنها بعد ذلك بينية باتجاه روما محاولة تسديدة لكن الدفاع تدخل. لا شيء في قرار الحكم. روما كان على اعتاب المرمى لكنه تأخر، الدفاع لم يتأخر، الدفاع تدخل في توقيت حاسم امام روما في بداية اكثر من لاعب اهلاوي امام مهاجم الاتحاد. ينقول ويرسع نادو، تمويل بينية جميلة وكرة شحات يحاول بنفسه. أهلي عالمي وهدف عالمي وشحات عالمي. يا إلهي، لقطة ولا أروع، يا لها من لمسة، يا لها من كورة، يا له من نجم، يا لها من لعبة. الشحات يقتحم كأس العالم من الباب الكبير، يدخل هنا، حطها ربا وداخل منطقة الجزاء. كهربا حطها وفرصة. يا إلهي، الأهلي ثلاثية تاريخية في قلب جدة تاريخية. يا والأهلي عالي. إمام عاشور يسجل هدفا ثالثا أهلاويا في هذه القمة، هي حمراء حتى الآن في ربع نهائي المونديال. بدأوا بالصلاة على رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، فصلوا على خير البشر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكل متابعي قناة ملعب الكوتش. وبعد فوز النادي الأهلي على نادي الاتحاد السعودي، تعالوا نعرف موعد مباراة الأهلي مع فلومينزي البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية. لو أول مرة تشوف قناة ملعب الكوتش ما تنساش لايك والاشتراك والشير، فعل الجرس عشان يوصلك كل جديد على قناة الكوتش. إن شاء الله يلتقي النادي الأهلي فلومينزي البرازيلي بطل الليبرتادوريس إن شاء الله في يوم الاثنين القادم في الثامنة بتوقيت القاهرة. والف مبروك لكل الأهلاوية على الفوز على العميد بطل آسيا الاتحاد السعودي. كل التمنيات إن شاء الله، ونتجاوز بطل أمريكا الجنوبية ونذهب إلى النهائي بإذن الله. ما تنساش لايك واشتراك.